بسم الله. نبداو الحكاية. حكاية اليوم قالوا عليها حقيقية ووقعت في زمان غير الزمان. كيف حكاتها لي الميمة نقصها عليكم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. صلوا عليه يا عباد الله وسلموا. واحد السيد تزوج شحال من مرأة، والمرأة اللي جابها ما تبقالو وتقول ليه: يا سيدي طلقني، ما انا جالسه لك في هاد الدار، ما انا والده معاك ولاد. وفاش تيسولهم على السباب، كيف الأولى كيف الثانية كيف الخامسة، نفس الجواب: غير تتخرج سيدي المحجوب من الدار ونبدا نسمع صوت ديال راجل غريب تينادي على صوته ويصرخ: واش نطيح واش نطيح. وهذا كان سبب طلاقه من كل زوجة تزوجها، حتى تزوج المرأة السادسة. وقرر يصارح زوجته ويخبرها بالقصة، وقال لها: ما عندي ما نخبي عليك يا مولاتي، هادشي اللي كاين وها انا حكيتو ليك. ودابا انت تقرري شنو بغيتي، واش تبقاي معايا وتكوني مراتي ملك داري، او نمشي فحال سبيلي. قالت ليه زوجته: والله انا هاد الدار يا ما نخرج منها، واللي بغا يطيح يطيح. خرج سيدي المحجوب لخدمته كيف ديما، وفاش بقات مراته وحدها بدات تسمع: واش نطيح؟ وهي تجاوب: الا بغيتي طيح غير طيح. قال ليها الصوت تاني: واش نطيح؟ جاوبات: ورا قلت لك لا بغيتي طيح غير طيح. قال ليها الصوت تاني: واش نطيح؟ جاوبات: ورا الطريق قدامك، يلا طيح. فجأة سمعت صوت شي حاجة ثقيلة طاحت من السقف في قاع المراح، وشي حاجة تشتتات. خرجت جري تشوف شنو كاين، واللي كان ما هو غير قلوش عامر بن لويز والمجوهرات طاح في وسط المراح. والصوت ما كان غير ملوك الكنز اللي كانوا حارسينه وبغاو يعطيوه اللي يستاهل. وحتى حد ما عرف ليه قد الزوجة السادسة. جمعات الذهب وخباتو، وفاش جا سيدي المحجوب سولها واش سمعات شي صوت، وهي تجبد ليه الذهب. ندهش وسولها: اشنو هاد الشي؟ قالت ليه: هذا هو واش نطيح. قلت ليه: طيح الا بغيتي طيح، رزق من عند الله وطاح. وهكذا سيدي المحجوب صبح من اكبر الاغنياء في القبيله، وعاش حياه مزيانه مع زوجته السادسه اللي دخلت عليه مباركه ومسعوده ودارها في عينيه. وهنا سالت حكايتي مع واش نطيح. خليت لكم لهنا وراحة البال. حكايتنا هنا سالت، مازال موراها يجيو حكايات. لا عجبتكم خليو بصمتكم هنايا باش تشجعوني نستمر حتى نايا.